تبدا القصه بغابات السافانا وغادي يكونوا مجموعه ديال القرود فرحانين وكيغنيو وكيشطحوا، وهذا الشيء حيت مرات الملك سيمون ولدات. واخيرا غادي يكون امير جديد وهو الخليفه ديال الملك، والملك غادي يكون واقف وكيشوف وفرحان مع القبيله وكيتسنى يشوف الدكتور بلاديمير باش يشوف ولده ولي العهد. لكن بلاديمير كان متوتر وقال له كاين واحد المشكل صغير، وفاش دا عند مراته لقاها ولدات توام ماشي قرد واحد، ولكن القرد اللي تزاد الاول واللي من المفروض يكون هو ولي العهد زاد ضعيف بزاف وما كيشبهش الفصيله ديال القرود ديال القبيله، العكس ديال خو كان قرد عادي وصحيح ويقدر يحكم القبيله من بعد باه. الملك ما عرفش شنو يدير، دخل عليه الساحره ديال القبيله ونصحاتو باش يتهنى من القرد اللي ضعيف حيت ما كيشبهش ليهم وما غادي ينفعهم في والو وما يصلحش باش يكون ولي العهد. في الاول الملك كان متردد، ولكن الساحره اثرت عليه، وقبل ما تفيق مراته امر بلاديمير باش يرمي القرد الضعيف للحيوانات المفترسه. وفاش فاقت الملكه كانت عيانه بزاف وطلبت من الملك باش يتهلا في القروده اللي ولدات ووصاتو عليهم ومن بعد غادي تموت. ولكن الملك خدا القرد اللي صحيح وقدمه للقبيله وقال لهم هذا هو ولي العهد والملك اللي غادي يكون من بعدي وغادي يسميه فانيا. قرود كاملين غادي يفرحوا وغادي يكملوا الاحتفال ديالهم. وفي نفس الوقت بلاديمير غادي ياخذ القرد اللي ضعيف باش يقتله، قرر باش يرميه للذئب باش ياكلو كما وصاه الملك، ولكن هو كيرميه القرد غادي يشد ليه في يده وما بغاش يطلقه، غادي يتاثر بلاديمير قرر باش يحتفظ به واعتبرها اشاره بلي القرد خاصو يكمل حياته. ولكن دغيا غادي يرجع في كلامه حيتاش كيخاف من الملك ودار بحال طاح ليه القرد باش ما يأنبوش الضمير ديالو. وقبل ما ياكلوا الذئب غادي توحل ليه رجليه في واحد الغصن ديال الشجره وغادي يطيح واحد الكتله على الذئب وغادي يهرب. وغادي يجي واحد القرد اخر سميتو ايفان وغادي يعتق القرد الصغير وغادي يحاول يوقفوا على يديه ورجليه باش يمشي، ولكن يدو غادي تكون مهرسه وما قدرش يتحرك وغادي يطلعوا فوق ظهره وغادي يديه. ايفان غادي يكون فرحان به ولكن في نفس الوقت كيعز عليه، قرر باش يربيه وسماه ادوارد. وغادي يعيش ادوارد مع ايفان حتى كبر ولاو صحاب وكيتفاهموا مع بعضياتهم. وواحد النهار كانوا كيقلبوا على التوت اللي كيخبعوا، وفاش شاف واحد الحيوان هو اللي سرقه مشى باش يشدو، ولكن الاصابه اللي كانت في يدو بسبب العضه ديال الذئب كانت مأثره على الحركه ديالو وغادي يطيح من فوق الشجره في اول محاوله. وغادي يجلس ادوارد وبقى كيفكر في شي طريقه يشد بها الحيوان بلا ما يتحرك، وقرر يدير ليه واحد الفخ بواحد الشجره فيها ماده كتلصق. في هذه اللحظه غادي يسمع الجرس ديال الماتش ديال الكره، وكانوا القروده ديما كيلعبوا كره في هذا الوقت، وغادي يكون ادوارد متشوق باش يمشي يتفرج فيهم، ولكن ايفان ما خلاش حيت القروده كاملين كانوا كيتنمروا عليه. لكن ادوارد كان مصر وقدر باش يقنعه، وتما غادي يشوفوا فانيا كبر ولا محترف في داك اللعبه. شويه الكره غادي تجي حدا ايفان وبغى يشدها، وادوارد حاول باش يمنعه ولكن ما بغاش، وغادي يطيح هو وادوارد على القروده اللي كيلعبوا وغادي يطيحوا الكره في واحد الحفره، والقروده كلهم ما عجبهمش الحال. لكن ادوارد خدم عقله وجبد غصن من داك الشجره اللي فيها داك الماده اللي كتلصق ولصقها في الكره وجبدها، والقروده كاملين غادي يفرحوا حيت جبد ليهم داك الكره ديالهم. وغادي يجي فانيا باش ياخذ الكره ويكملوا اللعب، وفاش بغى يرميها غادي يلقاها لصقات ليه في يديه، والقروده كاملين مشاو كيحاولوا باش يعاونوه. في هذه اللحظه الملك وبلاديمير والساحره غادي يكونوا في الشجره كيتفرجوا في الماتش، حتى غتجي واحد الكره في الراس ديال الملك، وفاش بلاديمير بغى يزولها غادي يطير معاه حفنه ديال الشعر. هنا غادي تنزل الساحره باش تشوف شكون اللي رمى الكره، وهي كتقلب غادي تشوف الرجلين ديال ادوارد مختلفين وعرفاتو باللي هو ولد الملك اللي بغى يتهنى منه في الصغر. خدات بلاديمير وسولاتو علاش ما قتلوش كما وصاه الملك، وغادي يحاول بلاديمير باش يكذب عليها وقال لها باللي راه رماه وما عرف شنو وقع حتى نجا من الموت، وقالت له الساحره باش يشوف شي حل لهاد الكارثه. في هذه اللحظه فانيا كان كيتصنت عليهم وعرف باللي عنده اخ اكبر منه ويقدر ياخذ ليه الحكم، وما عجبوش الحال وبدا كيفكر كيفاش يتهنى منه باش ما يديليهش الحكم. لغد ليه في الصباح ادوارد غادي يشوف ايفان كيهضر مع الطيور على واحد البلاصه سميتها الجبل الابيض، وباللي هاد الجبل عامر ويدان واشجار وفيه الخيرات بزاف. ادوارد قال له هاد الشيء ما كاينش وغير كيتخيلوا، ولكن ايفان قال له باللي هاد الشيء بصح، الطيور هما اللي اكدوا ليه. في هاد اللحظه غادي يجوا جوج من القبيله وقالوا لادوارد باش يتكلم للملك، وفاش مشى يشوف الملك اتهموا باللي كيدير السحر، ولكن ادوارد دافع على راسه وقال له باللي داكشي اللي كيدير ماشي السحر، غير كيخدم الذكاء ديالو صافي. وغادي ياخذ الاوراق ديال الشجره وغادي يصنع ليه تاج وغادي يلبسوا له وغادي يكون كل شيء منبهر، وغادي يجيب ورقه كبيره وعمرها بالماء وخلى الملك يشوف وجهه لاول مره، وصنع ليه عرش كبير من الاغصان ديال الشجر. الساحره شافت باللي ادوارد غادي ياخذ ليها بلاصتها وغادي تعصب بزاف وخدمات السحر ديالها وصيفطات لهم مجموعه ديال الحشرات وغادي يطيحوا الملك من فوق العرش. وانا فانيا اتهم ادوارد باللي هو السبب في هذا الشيء وقال لهم باللي باغي يقتل الملك باش يشد الحكم في بلاصتو. غادي يشد ادوارد وغادي يرميه من فوق الجبل باش يقتلو، وايفان خاف عليه وشد في واحد الغصن ديال الشجره باش يعتقو. هذه اللحظه الملك طلع وبدا كيغوت على فانيا وقال له في القانون ممنوع على القروده باش يقتلوا بعضياتهم، ولكن ادوارد ما وقع عليه والو. وفاش فاق غادي يلقى ايفان كيتسناه، ولكن ايفان كان بعيد عليه وما قدرش يطلعو، وغادي يمشي للغابه وتما غادي يلقى واحد النعامه هزه العنب في فمها، وفاش بغى ياخذ ليها العنب غادي يلقى راسو قادر يوقف على رجليه. شويه غادي يشوف القطيع ديال الذئاب كيجريو موراهم، وغادي يهرب ادوارد مع النعامات، ولكن غادي يلقى راسو كيجري بالمقص
مقلوب. وفاش هرب من القطيع ديال الذئاب غادي يخرجوا فيه قطيع وحدين اخرين ديال وحيد القرن، وهنا الملك غادي يكون كيشوف كل شيء ونزل باش يحمي ادوارد من القطيع ديال وحيد القرن وغادي يستخدم القوه ديالو باش يحميه. ولكن واحد من القطيع غادي يرمي راسو على ادوارد، وفاش شافوا الملك مشى وقف قبالته وهز عليه الضربه. وفاش فاق ادوارد مشى كيطمئن على الملك اللي عتقو وغادي يطلب منه الملك باش يسمح ليه حيتاش خلاه هو مازال صغير، وقال له بلي حتى هو ولده قبل ما يموت. كان فانيا غادي يدفعو وغادي ياخذ الجثه ديال باه وغيديها معاه، وغادي يبقى ادوارد مصدوم وما متيقش باللي هو ولد الملك. وفي القبيله كانوا كيستعدوا باش يودعوا الملك ويتوجوا ولي العهد في بلاصتو. اول حاجه دارها فانيا غادي يطرد فلاديمير حيتاش ما قتلش خوه ملي كان صغير، وغادي يجيب ولد عمو في بلاصتو وغادي يجيب ليه بزاف ديال القروده باش يعزل منهم ملكه باش يتزوج بها. ولكن فانيا قال له غادي يختار العروسه ديالو من بعد ما يساليو المراسم ديال الحكم. شويه غادي يجي البرق والقروده كاملين غادي يهربوا الا ايفان وادوارد قرروا باش ياخذوا الجثه ديال الملك ويدفنوها. وغادي يشوفوا البرق كيضرب واحد الشجره في الغابه وشعلات فيها العافيه، وكانت اول مره غادي يشوف فيها ادوارد العافيه. وفاش مشى باش يكتشف غادي يلقى راسو قادر باش يتعامل مع العافيه بلا ما يتحرق. وفاش طاحت الشتا عرف باللي الماء كيطفي العافيه والاعصار غادي يزيد في الغابه، وبلاديمير ما لقاش بلاصه فين يتخبى من بعد ما جرى عليه فانيا. وفاش مشى عند الساحره غادي يدفعوا وغادي تجروا العاصفه، وادوارد غادي يحاول يهرب من الاعصار ولكن حتى هو غادي يتجر. وفي وسط العاصفه غادي يشوف بزاف ديال الحيوانات كتحاول تعتق راسها، ولكن غادي يشوف واحد القرده حزينه والاعصار بعدها على والديها وغادي يحاول باش يعتقها ولكن الاعصار غادي يرميه لفوق. وفاش شاف القرده طايره مع الاعصار غادي يرمي راسو باش يعتقها بلا ما يفكر، وكان رابط راسو مع الشجره باش ما يطيرش. فهز القرده وكيحاول يجرها لفوق ولكن الغصن غادي يتقطع وغادي يطيحوا بجوج من فوق الجبل. ولكن باعجوبه غادي يلقى راسو قادر باش يطلع برجليه من الجبل. وفاش عتقها وحلات القرده عينيها شافته ضرباتو حيتاش ما كتعرفوش. وفاش شافت الجبل بقى فيها الحال حيتاش فكرات والديها وتعصبات وبقات هاربه. ادوارد بقى تابعها بلا ما يفكر وداز على القطيع ديال واحد القرن وعلى الحمام البركانيه حتى وصل لعندها وعرفاتو على راسها وقالت له بلي سميتها لوسي. وكانت مستغربه كيفاش قادر يوقف على رجليه وطلبت منه باش يعلمها باش تمشي بحاله. وجلسوا بزوج في واحد القمه كيتفرجوا في الغروب ديال الشمس، ووراها الشجره اللي قبالتهم وقال لها بلي العائله ديالو ساكنين تما، وطلب منها باش تمشي معاه وتتعرف عليهم وغادي توافق. وهما في طريقهم للشجره غادي يلقاو الحمام البركانيه، وادوارد غادي يخدم الذكاء ديالو وغادي يجيب واحد الغصن وغادي يشعلو باش يضوي به الطريق. وفاش وصل للشجره غادي يكونوا القروده مستغربين حيتاش كيتحكم في العافيه، وقال لهم ادوارد بلي اي واحد يقدر يتحكم فيها وما كاينلاش يخافوا. وغادي يبان خو فانيا وقال له باش يرمي العافيه من يده، وادوارد بغى يشرح ليه بلي يقدر يخدم بالعافيه بزاف ديال الحوايج وغادي يجيب بزاف ديال الاغصان وغادي يشعلهم، لكن غادي يطيحوا في الارض وغادي تشعل العافيه والقروده غادي يخافوا وغادي يرجموه. والساحره استغلت الفرصه واتهمته باللي هو السبب ديال النحس ديال القبيله، طردوه من الغابه. ان ادوارد غادي ياخذ لوسي وهو حزين بزاف وغادي يمشي للكهف ديال الذئاب وخوفهم بالعافيه ودخل الكهف هو ولوسي وغادي يبقاو عايشين تما. غادي تدوز الايام وغادي يتعلموا لوسي كيفاش يصيد الحيوانات وكيفاش طيح الفواكه من الشجر بالحجر، واكتشفوا باللي يقدروا يشعلوا العافيه غير بالحجر، واكتشفوا باللي يقدروا يطيبوا الصيد ديالهم ويولي الطعم ديالو لذيذ، وتعلموا كيفاش يروضوا الذئاب ويوليو مصاحبين معاهم. وواحد الليله وهما كيطيبوا القروده غادي يشموا الريحه ديال الماكله وعجباتهم بزاف وبغاو يذوقوا، ولكن الساحره منعاتهم باش ينزلوا من الشجره. هنا القروده غادي يرجموها وغادي يهربوا لعند ادوارد وغادي يبقى غير فانيا ومراته روبي. وفاش شافتهم لوسي جرات عليهم كما جراو عليهم في الاول، ولكن غادي يهضروا مع ادوارد وقالوا ليه باللي هما من العائله ديالو ومن نفس الشجره ومن المفروض يستقبلهم مزيان. ادوارد غادي يحشم وغادي يدخلهم وقال لهم غادي نوكلكم هاد الليله وغدا غادي تمشيو، وقنع لوسي باش تستحملهم الليله وحده. ولكن دغيا انسجموا وكلشي بدا كيحتفل معاهم الليل كامل، وفانيا غادي يكون مراقبهم من بعيد وبقى فيه الحال حيتاش القبيله ديالو كلهم هجروه. هاد اللحظه الساحره بدات كتفكر باش تنتقم، اما القبيله اتفقوا باش يعيشوا مع ادوارد. ومن بعد مده ادوارد غادي يتزوج بلوسي وغادي تكون حامله وعليه تولد، وقبيله غادي يعاونوا ادوارد وبناو قريه جديده وتعلموا كيفاش يمشيو على رجليهم وتعلموا البني وكيفاش يشعلوا العافيه وكيفاش يطيبوا. وفي واحد النهار واحد القرد غادي يكتشف نوع ديال الحجر كيخلي الاطراس في الحيط وغادي يفكر ادوارد وبقاو كيرسموا به. وفاش سالاو البني ديالهم الساحره غادي تصيفط لهم واحد الجيش كبير ديال الحشرات وكلاو لهم كاع داكشي اللي بناو. انا القروده تعصبوا وقرروا باش يهجموا على الساحره وفانيا، ولوسي قالت له يجري باش يعتق خوه وهي غادي تعالج القرود اللي تجرحوا. وغادي يمشي ادوارد مع صاحبه الذئب عند خوه باش يعلموا، ولكن غادي يكونوا القروده وصلوا لتما باش يهجموا عليهم. انا ولد عم فانيا قرر باش يدير معاهم واحد الاتفاق وقال فانيا يبقى مع روبي في الشجره ولكن بشرط يخلي القروده في راحتهم وما يديرش ليهم المشاكل. كل القروده ما اتفقوش على هذا الحل وبداو كيهرسوا الشجره باش يهجموا عليه. ادوارد كيحاول باش يمنعهم ولكن ما قدرش عليهم. وفاش القروده هجموا على فانيا ادوارد مشى كيعاون خوه وغادي تطيح العافيه في الارض وغادي تشعل في الشجره كامله، وادوارد غادي يشد في الغصن ديال الشجره وغادي يمشي يعتق روبي، ولكن غادي يطيح عليه واحد الغصن كبير وغادي يعيط للقروده باش يعاونوه، ولكن كلهم هربوا من
ملي شافوا الشجره كتحرق وكطيح. وهنا غادي يبان فانيا وغادي يعتق خوه في اخر اللحظه، بقات غير الساحره في الشجره وغادي تموت. اما ادواردو خوه غادي يتصالحوا وغادي يتعانقوا، وفاش شافوا كلشي تحرق القروده فقدوا الامل وخافوا لا يموتوا بالجوع. وهنا ادوارد غادي يشوف الطيور وغادي يتفكر الهضره ديال صاحبه اللي قال له على الجبل الابيض، وقال لهم باللي ما غاديش يموتوا، وطلب منهم باش يتبعوا الطيور وغادي يديوهم لواحد البلاصه غادي يعيشوا فيها، وغادي يبقاو ايام وهما تابعين داك الطيور. وفي الاخير غادي يوصلوا وغادي يلقاو الجبل اللي ما كانش متيقوا ادوارد في الاول، وغادي يشوف ايفان صاحبه عايش تما وغادي يفرح بزاف حيت تلاقاه مره اخرى. قبيله كامله عجبهم الحال وقرروا باش يعيشوا تما. كانت هذه نهايه القصه. كان معكم خوكم سيكليكس. هلاو. I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm going insane. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard.